هم اخواتنا الزملكاويه قاعدين بيتفرجوا على الماتش لحد دلوقتي ليه؟ بجد والله اخواتنا الزملكاويه قاعدين بيتفرجوا على الماتش لحد دلوقتي ليه؟ هو انت مفكر انك انت هتعمل كومباك يعني؟ هو انت فاكر انك هتعمل ريمونتادا؟ هو انت فاكر انك هتكسب الماتش؟ يعني انت عندك تهيؤات كده ان بعد ما الاهلي جاب التاني خلاص اقفل التلفزيون وقوم بقى روح بقى خلاص، روح بقى اعمل لك كوبايه نسكافيه ولا كوبايه شاي وروح نام بقى خلاص كده خلصت. ولكن بمنتهى الامانه هارد لك للكابتن احمد عبد الرؤوف، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه يا جدعان. احنا ما نجيش 2 من 10 2 من 20 بالنسبه لكواليتي الاهلي. هي امكانيات، هي قدرات. الماتش ده كان عايز بيراميدز يديله على دماغه يخسروا البطوله. عشان كده كان بيشجع الزمالك في ماتش الزمالك وبيراميدز، لانه عارف لو بيراميدز صعد هيعلم عليه. هو من رزقه ومن قدره ان ربنا بعت له الزمالك في النهائي عشان كده يكسب بالشكل ده. ولكن قسما بالله لعيبه الزمالك دي مش عليها عيب، ولا الجهاز الفني المحترم ده عليه عيب. هي دي امكانياتهم، هو ده اخرهم خلاص. النهارده انت اعظم 2 لعبوا عندك في اخر 10 سنين هم سبب فوز الاهلي، بن شرقي وزيزو. سوبر اهلاوي، ده الطبيعي وده المتوقع وده المعتاد وده اللي المفروض حضرتك تسمعه. ولو حاجه تانية غير كده حصلت كان المفروض دي المعجزه حرفيا. جمهور الزمالك ما تزعلوش، لعيبه الزمالك ما تزعلوش، بس حسبي الله ونعم الوكيل في مجلس اداره الزمالك. بس احمد عبد الرؤوف ارفع راسك، اللي ما عرفش يحافظ على فرقه الزمالك اللي احنا لعبنا بيها الاهلي في نهائي القرن، اللي ما عرفش يحافظ على الفرقه بتاعت الزمالك اللي انت خدت بيها دوري 2 دوري ورا بعض وكاس مصر، وكنت بتلعب اي حد وكسبت الاهلي ذات نفسه في السوبر المصري 2020. هو اخر سوبر قدرت تكسب بيه الاهلي، اللي انت كنت حاطط بيها ودايس على وش اي حد. لما فرطت في امام عاشور وبعت الميتلاند الدنماركي، ولما فرطت في اشرف بن شرقي وانعرض عليك قبل ما يروح الاهلي وراح الاهلي ورفضته وما عرفتش تجيبه، ورحت جبت لعيب تعبان اسمه مش هلاك. ولما زيزو مشي من عندك بفضيحه وما عرفتش تجدد معاه، ولما جات لك ليه فرصه بيع ب 6 مليون دولار رفضته، اللي هم كانوا بيلعبوا في الزمالك اصلا. الفرقه في مجالس الاداره الفاشله اللي مسكوا نادي الزمالك، لعيبه وفرقته قبلها مرتضى منصور ما هي سبوبات. اتفرجوا على مجالس اداره النادي الاهلي عامله ازاي، اتفرجوا على رؤساء النادي الاهلي. الرئيس يمشي من هنا يجي بعده يكمل مسيره الانجاز والنجاح، مش النهب والسرقه.